شفت اللي الدكتور بيعمله ده؟ لما يحصل كسر بنحط مسمار جوه العظمه عشان نثبتها، وده اجراء طبي معروف. المفروض انه يبقى مؤقت، بس مع الوقت العظمه بتلم وتلحم مع المسمار لدرجه انهم بيبقوا حاجه واحده تقريبا. فلما يجي الدكتور يشيلها ما بيبقاش الموضوع بسيط. اللي بيحصل بالظبط ان العظمه بتكون نسيج جديد مع سطح المسمار، فالجراح يعتبر بيفك حاجه اتحولت لجزء من تركيب العظمه نفسه. عشان كده مش اي حد ركب مسمار بنشيله. الاول بنشوف هل في الم ولا لا، هل المسمار عامل التهاب، هل مأثر على حركه العيان. وكل حاله الدكتور بيقيمها بشكل مختلف بعد ما يبص على الاشعه وتاريخ المريض نفسه. وده لان دي مش عمليه سهله، بتحتاج قوه جسديه من الدكتور ومهاره عاليه. فاللي انت شايفه في الفيديو ده مش اي كلام، ده قرار مهم عشان يريح المريض، لان اوقات وجود المسمار بيحسس المريض بعدم راحه. وفي الاخر لو عاوز تستفاد اعمل فولو.